الناس في حالة تخوف كبير جدا. البلاد أنهكتها الحرب، أنهكها الظلم. وهابي يسب الأولياء والصالحين نقطع لسانه. الألباني بالنسبة لنا جاهل ليس عالما، ولا نقبل أن يفرض علينا شيء من الخارج. التدخل في عباداتنا والتدخل في أحوالنا وفرض النموذج النجدي علينا هذا أمر لا نقبله بحال من الأحوال. إذا أردتم الاستقرار في البلاد إياكم ثم إياكم أن تجعلوا الصغار يلعبون بالنار. هذا لعب بالنار. واحد سفيه في دمشق يتهم كبار علماء دمشق بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا نرضاه بحال من الأحوال. مشكلتنا مع الوهابية واحدة فقط، وهي ماذا؟ أن الوهابي يرى نفسه على الحق المبين ويرى كل ما عداه على باطل وكفر وضلال مبين. هذا غير صحيح، هذا غير واقعي. هذا حماة مدينة العلماء، وعلماء حماة أبطال ورجال، وهم لا يقبلون الضيم أبدا. عدم تأديب هؤلاء الناس هذا سيؤدي إلى فتنة مستطيرة جدا. توزيع كتب مجانية تنشر التطرف في بلاد الشام، هذه حقيقة أقولها. تنشر التكفير في بلاد الشام. ابن تيمية ليس شيخا وحيدا للإسلام، ولن نعترف به شيخا وحيدا للإسلام. الإسلام العظيم أعظم من ابن تيمية. نحن ليس عندنا مشكلة أن يقوم وهابي بل حتى شيعي، ما عندنا مشكلة في هذا الأمر، ليس عندنا مشكلة في هذا ما دام لا يؤذينا ولا ينشر التطرف ولا يطعن مقدساتنا أمامنا. هذه بلاد الشام عزيزة ونحن لسنا أقلية، نحن المكون الأعظم لأهل السنة والجماعة، ولا نقبل بالضيم. وهذا الأمر سيكون شرا مستطيرا على البلاد وأهلها، ونحن لا نريد هذا ولا نسعى إليه. يأتيني بعض السفهاء ويكتب في التعليقات أنت تبغي الفتنة، وهذا الذي يطلق الرصاص ويشتم المصلين لا يبغي الفتنة. المطلوب منا أن نسكت؟ ما سكتنا في عصر الظلم حتى نسكت في عصر الحرية. عملية منهجية لعزل الخطباء في مدينة حلب، وكلهم بتهمة العمالة للنظام. هذا غير صحيح. نعم يوجد بعض الناس تورطوا، نحن مع محاسبتهم ليس مع عزلهم. كل من تورط مع النظام وثبت ثبت تورطه، لأن التهمة واسعة جدا الآن.